لا لا لا. اقل بقى. طبعا ده المكتب الخاص بالقائد الاسرائيلي المسؤول عن النقطه بالكامل. ينقسم قسمين، القسم الاداري والقسم المبيت. القسم الاداري تحتوي على خريطه، ودي اعظم هديه قدمتها امريكا لاسرائيل. كانت امريكا في الوقت ده تملك القمر الصناعي، قدرت تصور خليج السويس، تمركز الجيش المصري، تمركز المناطق السكنيه، ترجمتها باللغه العبريه وقدمتها لاسرائيل. طبعا دي خزنه شخصيه كانت تحتوي على السلاح وخريطه الالغام. القائد المسؤول عن النقطه هنا لما اقتحم النقطه هنا، شاف موقف الجند المصري. احنا لما جينا اقتحمنا الجيش المصري لما اقتحم النقطه، القائد الجنرال لما شاف جند المصري وجاي بيقتحم النقطه، خد السلاح وخد خريطه الالغام وهرب من النقطه. خريطه الالغام ده الطريق الوحيد اللي بتسهل دخول وخروج المكان، السلاح هو شرف الراجل العسكري. الهاتف الاشاره الخوذه الاسرائيليه، العلم اللي حضراتكم اللي انتم شايفينه علم اسرائيل، خطين ونجمه وذو خلفيه بيضاء، بقى علم اسرائيل بيرمز لدوله اسرائيل. طب العلم ده حلم هم بيحلموا بيه، يرمز الى ذو خلفيه بيضاء، يرمز الى سلام مزعوم او سلام كاذب. خط الازرق اللي فوق ده نهر النيل بمصر، خط الازرق اللي تحت ده نهر الفرات بالعراق، دي حدود مملكه اسرائيل، عايزين ياخدوا من النيل للفرات. طب النجمه الثلاثيه تقال انها درع سيدنا داوود او نجمه سيدنا داوود، لكن في الحقيقه ترمز لست دول عربيه تحلم اسرائيل باحتلالهم، اللي هي مصر، فلسطين، سوريا، لبنان، اردن، العراق، والعاصمه اورشليم اللي هي القدس. طب ايه اللي يثبت على الكلام ده بقى؟ النشيد القومي بتاعهم نشيد الامل. طالما في القلب تكمن نفس يهوديا تطوق للامام نحو الشرق عين تنظر الى صهيون، املنا لم يدع بعد عمر 1000 سنه ان نكون امه حره في بلدنا بلاد صهيون اورشليم. ايه معنى الكلام؟ معنى الكلام عندهم حلم مزيد عن 1000 عام ان هم يبنوا دوله صهيونيه وعاصمتها اورشليم اللي هي القدس. دي الست دول العربيه اللي احنا ذكرناها. ده عسكري متابع بالقائد المسؤول عن النقطه كان بيثق فيه ثقه عمياء. اتفضل. ده قسم اداري، ده قسم نبيل. طبعا ده المكتب الخاص المبيت الخاص بالقائد الاسرائيلي، السرير الشخصي، بس ده كان قلاب هنا، مرتبه من عدد المرتبه احنا حاطينها يعني كده.